لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال ملواني حصته هشتاويك لوانا كاين تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان ومن بست رزامن دين رب العالمين وهي وادارم إوي آل السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. بل خوشويستان دفرمي أو ذاتية خلقكم من نفس واحدة ذاتي الله سبحانه وتعالى كأيوي خلق كردي لأصل أساسه لنفسك ونفسي بابتان آدم وجعل منها زوجها هل لو نفسش خواي قورة هاو سركي لبو دروس كرد ليسكن إليها تاوكو آرام بقري للاي فلما تغشاها إتر لنا وكاني آدم إيواها بوا لدواي أو نازو نعمتيك خواي قورة لقالي كردينا خلقي كردينا إتر أو ذا خواي قورة هاو سر لنفسي خوان بي بخشينا لدواي أوي كوا فلما تغشاها كاتي كوا لقل خيزانكي دروس دبي حملت حملا خفيفا إتر خواي قورة إذن لسربي لدواي أو دروس بونا خواي قورة من داليك دروس دكا لرحمي أو آفرتي لسرتادا حملكي خفيف سوك فمرت به بيدا تيدا بري فلما أثقلت لدواي أو كوا حملكي قورة دبي وباري أو آفرة قرز دبي أو ذا حزد كان كوا من دالك وخواي قورة خارك بيان دبخشي دعوا الله ربهما أو بياو أو آفرة دعاء دكنو لپروردگاريان دپارين ولئن آتيتنا صالحا أجر من دالشي صالح ساغ سلامت من ببخشي لنكونن من الشاكرين أو بالتأكيد إما دين ريزي كسانك وشكران بجريدة كين لسر أو نازو نعمته. والله جاو كل تفسير سعد الله هو الذي خلقكم أي أيها الرجال والنساء أي بياوين أي آفرتين المنتشرون في الأرض أوانك وبردبوين لسر زوي على كثرتكم وتفرقتكم أو همو خلقي أو همو جنوبياويك ولسر زوي بردتو بلاو بوينوا هر هموتان خواي قور خلقي كردين من نفس واحدة ليك نفس خواي قور خلقي كردين وهي نفسه آدم عليه السلام هر هموي ليك نفس بباشكتينك ونفسي بابتان آدم وجعل منها زوجها ولآدم وش خواي قورها وسركي دروس كردية وكل قاسمي دل أي من جنسها لجنس أو ذاتك وآدم خواي قورها وسركي دروس كردية وكو لسورة الروم دفن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يقل آتكان لسر وحدانيتي خواي قورة يقل بلغ كان لسر وحدانيتي خواي قورة لنفسي خوتان هاوسر لو خلق كردينا بل أوزاد فرم ليسكن إليها تاوكو أو بياو آرام بقري لاي أو آفرتك ولا نفس خوي دروز بوا وكل تفسير قاسم أي ليطمئن إليها ويميل يتتاوكو أو بياو آرام بقري وميليها بلبولاي أو آفرته ولا ينفر النفوري لينكا ولي دورنكا وتوبالكو خواي قول واي خلق كريك لنفسي خويتي ميلي لبويه لقلي دا قنزي لأن الجنس إلى الجنس أميلوا وبه آنس دبروي طبعي بشر وايا طبعي هم مخلوقات وايا
لبو جنسي خوي ميلي هاو أنستي بيو دقري وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ كاتك ولا نفسي خويتي لجنسي خويتي لو آرامي وخوشويستي كي زياتر لبوي كما يسكن الإنسان إلى ولده هل وكو إنسان دائما ميلي لبو من دالكي هي ويحبه محبة لكونه بضعة منه زور خوشي من دالي خوي زور خوش البوي حزك بارتسي كلبي يثر أويشان كلنفسي خود خواي يقول لنفسي خود آفرتك وهاوسر كدروس كردي لو أتوج ميلد لبوه ولا جنسي خوتا وذكر ليسكن بعدما أنث في قوله واحدة كاتي كذا فرمي خلقكم من نفس واحدة لا يك نفس واحدة بمؤنث باسي كرديا فعشان نفهم ليسكن إليها بمذكر باسي كرديا أو زارة لبرسي ذهابا إلى معنى النفسي لبروي ليرد بمذكر باس كده لبو نفس كذا قريتها ليبين أن المراد بها آدم أو نفسش آدم مذكرة لو يبقى مذكر باس كده ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى زياتر نيركيو بياوكيا آرام دقريلاي مينكيو ويتغشاها فكأن التذكير أحسن طباقا للمعنى وكوز مخشري وهاي قوتيا لو يبقى مذكر باس اللي يسكن إليها زياتر أو سكونا بابلين طبعا بياوكا هستي زياتر بيدكا بيوستي بو آرامي هيكا لا خيزانك هيكا لنفسي خوي قول درس كرديا وجعل منها زوجها لتفسير سعدي ضلي أي خلق من آدم زوجته حواء خوي قول لنفسي آدم أو ذا هاوسركك دايك حواء خلقكر لأجل أن يسكن إليها تاوكو آرام بقري للاي لأنها إذا كانت منه ما دام لنفسي خوي درستي كرديا حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر سعدي دلي ما دام لنفسي خوي درستي كرديا ولا قال يكتري زور داقون زين إتر هل يقلو دوانا يسكن أحدهما إلى الآخر هل يقلو دوانا سكوني هي وآرام دقري لاي أويتريان فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة هل يقلوانا ملكس لبو برانبركي بو شهوتك أخواي قول بي بخشينك و هر دوك بيوستيان بيكتري هي وكل أضواء البيان دلي ذكر في هذه الآية الكريمة لو آت بيروز دا أخواي قول أوي باسكت أنه خلق حواء من آدم ليسكن إليها تفرمي أخواي قول آدم خلق كده وحواشي لنفسي خوي دروس كده تاوكو سكون آرام بيا بقري للاي بقري وبين في موضع آخر أنه جعل أزواج ذريته كذلك هروكو دايك من حواي لنفسي باب من آدم دروس كده تاوكو آرام للا بقري خوي قول لصورة الروم دا دفرمي همو نفسكان بابنا همو بياوكان آفرتكان وهاوسركان لنفسي خويانا ولا جنسي خويانا نكر باب آدم حوا لجنس خوي بو همو بشركان همو بياوكان آفرتكان كخواي قول بيان دبخشي لنفسي خويانا لجنسي خويانا بهمان شيء وكذا فرمي ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كواتا أو السنة خوي قوري سنتش خوي قوري هاوسركان لنفسي خوما بيمان بخشتاو لقلي بقون زين أقل لنفسي خوما لجنسي خوما نبوايا ندقون زين زور ليك دور دبوين يعني تصور بك فكر بك وقر خوي قوري هاوسري لبو بياوكان لجن خلق بكذبا يعني لملائكة والعياذ بالله لقال ليك ندقون زين سنك طبع ما ليك دور بو والله أنت مشاهدك سنك خوي قوري لنفسي خوما درستي كردية لقال يكتري دا قنزين بتايبتيش كاتكوا لفكر تصوروا لدين ديانتيش لقال يكتري بقنزين فلما تغشاها باش أويكوا أو بياوا تغشاها أي وطئها واتا دروز بو جود بو لقالي والتغشي كناية عن الجماع وكذلك الغشيان والإتيان كواتا خوي يقول سبحانه وتعالى المراعاة لاني أدبي كذا للقرآن بيروس كاتك وباس لمسألة جماع دكاد فنمي فلما تغشاها
أو آتيتموهن يعني بابن بعبارات دي كعين خواي سبحانه وتعالى بمباشر باسي جماع ناكا لقرآن بيروس بلكو بكناية باسي دكا وكل ربا تغشية باسي كردية إتر هو مراعاتي لاني أدبك وإيمش فير دكا لقسكان مان أو بري رتابي أدب بكين لكاتي قسا كردن باس لشتيك نكن كوا يستحيا منه إنسان شرمي لي دكا بمباشر باس كردني فعلا قضية باس بكين نا بكناية باس بكين وكخواي قورا باس لجماع دكا بتغشية واتكاتك ودايدة بوشي واتا دروز دبي لقليو بابلين أو كاريك خواي قورا لبين بيا وآفرتي دانا كاتك ودروز دبي لقلي حملت حملا خفيفا أي خف عليه تلك حمل دروز دبيتن لسرتاي حملك حملة شي خفيفة بابلين طبعا بو مراحلاني كوا بيدا درواتن نطفية علقية مضغية أو ذا صبر قولة دبيت لسرتاي حملك حملة شي خفيفة وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة فتلسرت هذا حسب قرصاتي أو حملناك لبري نطفة بويتا علقة وبويتا مضغة فمرت به أي فاستمرت به خفيفة وقامت وقعدت كواتلسرت هذا دروز دي بخفيفي وبردوام دي اللي قريب بخفيفي فلما أثقلت بلامكاتك وقرز بو صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها فاشا أم دارا قورد به أو ذا حزب باري قرز دكا وأفلتا فلما وكل سعدي دارا استمرت به بردوام بو لحمل خفكي وأثقلت فلما أثقلت حين كبر في بطنها فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد كاتك وباري قرز دبي أو دارك باب الزياتر متعلق ده من بو من دارك ودروز بوا ومتعلق ده من بوي كوا بزندياتي لدايق ببي بساغ سلامتي لدايق ببي لو حالتي كوا باري قرز بو أو زدز بدعاء عندكن دعوا الله ربهما دبارين وبهردو شان لپروردگار يعني لئن آتيتنا صالحا أي پروردگار أجر من دارش صالح ما بيبخش أي ولدا سويا من دارش صاغ سلام قد صلح بدنه من دارش صالح ما بيبخشي كوا صاغ سلامت بي يعني ما بس يعني فلما لئن آتيتنا صالحا وتغلام بكرب بما بخشي لأن آتيتنا ولدا صالحا أي صالح الخلقة تاما لا نقص فيه من دالش صاغ سلامت ياخذ بتايبتيج وكو عندك زانان دفنون مقصد انه كوريتشي صاغ سلامت من بيبخشي لنكونن من الشاكرين على نعمتك التي منها هذه النعمه واتا بردوام شكرانه دك نسالنا نعمتي اجر كوريش صالح ما بيبخشي وكل تفسيري معارج الله اي دعا الزوجان الله بانه ربهما لا الله تعالى دبارينو كوا پروردگاريانا مقسمين في دعائهما قسم دخون نزري دكن اگر نقسم يا ربنا لئن آتيتنا ولدا صالحا واتا سوين دخون اي پروردگار اگر من دالش صاغ صلاة ما ببخشي سالما من العيوب والآفات صاغ السلام هز عيب تدان بنقصان تدان بي لنكونن من الشاكرين لك دينا ريزة أو كسان كوا شكراني تودكين العاملين بما يرضيك من الأعمال الصالحة لبرا شكرانا بجيري أويا كوا كارج دكين بوكر دوانا كوا أتولي من رازي بي وبما يرضيك في تربيته وتنشئته كاري وادكين كوا لي من رازي بي وبوشي وش برورده دكين كوا أتولي من رازي بي بلام فعلا كاتي كوا بيان دبخشي هرواده منينو نخير زور بي زوري خلشي توشي شرك دي سبحان الله فلما آتاهما صالحا كاتك وأخوائي يقولوا من دالي صالحا بيدا بخشي جعل له شركاء فيما آتاهما إنزا برياري الشريك دادن لو برياري الشريك لبو أخواتنا سبحانه وتعالى لويك وبياني بخشيا فتعالى الله عما يشركون الله تعالى زور لويك برستر وقورترك وان شريش لو بيدا بكن بل يوجه كل تفسير قاسم فلما آتاهما صالحا أي كما طلبا هلوكو أن داوان كر من دار الصالحين بيبش فايقول من دار الصالح بيان بخشي جعل له شركاء فيما آتاهما أي أخلاء بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح
أسوأ إخلال إنما استبدلوه بالإشراك كواتا لجياتي ويكوا الشكران بجير وكو وعديان دابو وعدكي ناقين نسر بالكو لجات شكران بجير الشريش لبو برياردن وكل تفسير السعدي دلي أي جعل لله شركاء في ذلك الولد شريك لبو خواي برياردن لو من ذلك بيان بخشرا أو من ذلك لكاتك ده انفرد الله سبحانه بإيجاد والنعمة به تنها الله سبحانه وتعالى أو ناز نعمته لقال كردن كوادروستي كردو بياني بخشي وأقر بأعين والديك وتساوروني لبو داكو بابكي بلام أوان فعبداه لغير الله أو من دالا لدواي لدايك بو فالوردان كرب الشوي كوام الكذب لبو غير إخوة إما أن الشوازة كاني كوا شريك يعني لبو خواي قريار داكوبو إما أن يسمياه بعبد غير الله يعني تناوش لدين كوا بندات لبو غير خواي تدا وكو عبد الحارث وعبد الكعبة ونحو ذلك هل أصلا ناوش لدين كوا بندات لبو خواي قوري تدانية لبو غير خواي تدانية أو يشرك بالله في العبادة يعني تبخويان لدوايك وأم دالين في بخشي لعبادة غير إخواد كان شريك لقلي بعدما من الله عليهم بما من من النعمة التي لا يحصيها أحد من العباد لدواي أويك وأخواي قول أوهم ناز نعمتي في بخشين آخر لتوانا غير إخواني من دارك في بخشي تنها الله يبيد بخشي بلام أوان دين لدوايك وأخواي قول في بخشي شريك لو برياردن يا من دارك بشيويش وفروردكن كوالب وغير إخوام الكذب والعياذ بالله ديار وآتا اشتتر ما تيدا باسكم الله لبر توابوني كات دوستين فبشتوان رب العالمين لواني داهت ودين وخزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون